محمد عبد الوهاب أقام نادى الموسيقى حفلة غنائية بفندق سان ستيفانو بالإسكندرية عام 1925، وسافر محمد عبد الوهاب للاشتراك فيها، وغنى قصيدة جدد يا نفسي حظك. وبعد انتهاء الحفل فوجئ بطلب أمير الشعراء أحمد شوقي أن يراه، فرفض في بادئ الأمر رغم الحاح زملائه عليه. كان يعتقد أن شوقي متعجرف ومؤذ، لإبلاغه رسل باشا حكم دار العاصمة شكوى شفهية تطالب بمنع الصبي محمد عبد الوهاب من الغناء على المسرح لحمايته. فانزوى عن الوسط الفني من عام 1921 حتى 1924، وكره شوقي بسبب ذلك. ذهب عبد الوهاب للقاء شوقي بضغط من زملائه ليكون اللقاء أهم نقطة تحول في حياته، حسب اعترافه في الحلقة السادسة من مذكراته بمجلة الكواكب عدد 145 في 11 مايو مثل هذا اليوم 1945، ويكشف فيها وقائع اللقاء الذي جعل شوقي أستاذا له. يذكر عبد الوهاب أنه حين صافح شوقي تبددت ظنونه، وأزالت ابتسامته كل كره في نفسه دفعة واحدة. يقول: كنت أراه لأول مرة ولم أر فيه عدوا ولا مستبدا، إنما رأيت إنسانا قصير القامة وديعا وداعة الحمل، يبتسم في رقة النسيم، ولا تكاد عيناه العميقتان تستقران من فرط الخجل في اتجاه واحد، ذا شخصية رسمتها البساطة في صورة محببة لقلب من يراه. وبالإجمال كان فيه ما يدل على عمق الإحساس ودقته. لم يكن قلبه في جسده مثل بقية الناس، بل كان جسده في قلبه. يكشف عبد الوهاب: بادرني شوقي قائلا: أنا عارف إنك متضايق مني، لكن تأكد أن ما عملتش كده إلا من أجل مصلحتك. يقصد تبليغ رسل باشا. رد عبد الوهاب: على العموم اللي كنت عايزه حصل، لأني امتنعت عن الغناء 4-5 سنين. يؤكد: أحسست على الفور أننا أصبحنا أصدقاء رغم الفارق بيننا في السن والبيئة والمركز، وقبل أن نفترق طلب منا أن نتصل به في القاهرة عند عودتي إليها، وكنا في ذلك الوقت في يونيو أو يوليو. عاد شوقي إلى القاهرة، ولطول مدة إقامته بالإسكندرية تردد عبد الوهاب في الاتصال به خشية أن يكون قد نسى الموعد، واستشار حسن باشا أنور وكيل نادى الموسيق، فرد عليه: روح قابله فورا. وتوجه عبد الوهاب إلى مكتب شوقي، ويتذكر أن شوقي صحبه للعشاء في مطعم الكرسل الذي اعتاد أن يتناول عشاءه فيه. ويؤكد: في تلك الليلة تناولت أفخر عشاء في حياتي مادة ومعا، ففضلا عن جودة الطعام ولذته كانت أحاديث ذلك العبقري، وعرفت شوقي بك على حقيقته. نبع من الأدب والعلم والذوق والمحبة وحسن الخلق والإحساس العميق بالحياة. يؤكد عبد الوهاب: بدأت صداقة لشوق بك تأخذ مكانها في سجل حياتي، فقد أحسست بحاجتنا إلى هذا العقل الموجه أكثر من حاجة إلى قلبه الواسع، ولم يكن يمر وقت دون أن يلقن شيئا أو دون أن اختلس من غزارة عمله شيئا. كان صاحب الفضل الأول فيما نلته من نجاح. وعن الدروس التي تعلمها من شوقي يقول: كان من أول مبادئ أمير الشعراء الاعتداد بالشخصية وما ينبع منها من أفكار، وكانت فلسفته تدور حول تقديس الخلق. كان يعشق الله لأنه الخالق الأكبر، كان يهيم بإعجازه الذي يتمثل في إعجاز الطبيعة أو في حسن المخلوقات. ثم كان يعشق فنه كما يعشق المحب فتاة أحلامه، ويعتز به اعتزازه بحياته لأنه كان يرى نوعا من الخلق الذي يختص به الله الملهمين من عباده. وبهذه النظرة إلى الخلق